اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم غنشوفوا واحد النوع جديد عاوتاني، ماشي جديد، يعني نوع عادي جدا من الوساخه ديال الصحافه الصفراء في النظام الجزائري اللي تابع النظام الجزائري. ما غنقولش الدوله الجزائريه، حشومه نقيس الدوله الجزائريه. انا كنهضر عن النظام الجزائري العسكري، يعني المتخلف. هادشي باش غنسميه. هاد الصفحه الصفراء كتقيس رمز من رموز المملكه الشريفه اللي هي امير المؤمنين، وكتقيس يعني تقريبا نصف المجتمع اللي هي المرأة المغربية. الصحافة الصفراء في الجزائر اليوم كتستعمل يعني واحد الأسلوب وسخ وعفن باش يعني تجمد العقولة ديال الشعب الجزائري. الإنجازات اللي حقق المغرب على مدة سنوات كثيرة من العمل الدؤوب، وما زال إن شاء الله هذه غير البداية. يعني المغرب اليوم من بعد الربيع العربي عرف واحد القفزة، عرف واحد يعني واحد التقدم اللي بزاف، اللي كانت بسبب الرؤية الواضحة ديال جلالة الملك نصره الله، اللي خلات المغرب يقفز قفزات كبيرة جدا، اللي خلات العالم كله يخضع للأفكار والآراء ديال الدولة المغربية وأمريكا. واليوم غنشوفوا بريطانيا وباقي تابع الاتحاد الأوروبي اللي كلهم غيمشيو في المخطط المغربي بسبب هاد القفزات اللي دارها النظام المغربي. وهذا الشيء اللي كنقولوا راه ملموس على ارض الواقع، واي انسان شريف واي انسان كما كنقول في الدارجه المغربيه حقاني غيعرف التطور اللي كيعيشوا اليوم المغرب. صحيح كاين ازمات، صحيح كاين بعض المشاكل، لكن هذه المشاكل وهذه الازمات هي ضد واحد العاصفه اللي عصفت بالعالم باكمله بعد الركود، يعني من بين بعد ركود 2008 وهذا الشيء المغرب بقى غادي بواحد الخط اللي ما طاحش بزاف كباقي الدول العالم، واللي ما عرفش واحد التاثيرات. صحيح كاينه تاثيرات لكن ماشي بهذاك المستوى اللي كاين على دور العالم. بينما المغرب غادي في هذا المجال وغادي في هذا الطريق، الجزائر تغوص عكس السيار. الجزائر كيف ما كتعرفوا هي دولة بترولية. النهار اللي كيكون البرميل واصل 70 دولار راه كيكونوا بخير وناشطين. نهار البرميل ملي كيطيح على 500 دولار كيوصل 400 و 300 دولار، راه الجزائر عفوا 30 او 40 دولار، راه الجزائر راهم مقلقين معصبين طالع عليهم الدم. علاش؟ لان الجزائر ما عندهاش تنميه، لان النظام الجزائري هو نظام فاشل. لان العسكر لا يشتغل في المسائل النقيه والجميله. العسكر يشتغل فقط في يعني في الاشياء الخيبه، الاشياء مثلا زرع الدماء، الاشلاء، القتل، التجويع، التعذيب. هذا هو النظام العسكري. النظام العسكري هو هذا. وهذا النظام العسكري راه كاين حتى في مصر. راه شفنا السيسي كيفاش دار الناس ديال الرابعه. وهاد المسائل هذه ما غنحتاجوش نهائيا نتكلموا عليها اليوم. كما كتشوفوا هذا العنوان ان الجزائر كتقول الجزائر هذا نظام جزائري هو اللي كيصنع مثل هذه الاخبار. امير المؤمنين يتاجر بجثث المغربيات في تل ابيب. هذا الخبر هنا كيجي على انه كاين واحد الحقيقه، ثم كيبدا المقال سيعرف. كيف سيعرف؟ يعني بحال كيتنبؤوا بالمستقبل ان المغرب في الايام القادمه، يعني ماشي دابا حاليا، توافد الالاف من الصهاينه من تل ابيب بغرض السياحه الجنسيه. وعلى تل ابيب اللي كتهضروا عليهم سميتهم المهم خلينا هذا الموضوع ما علينا. بغرض السياحه الجنسيه في بلد الامير المؤمنين. اول حاجه نهضروا عليها، اسرائيليين راه ماشي مكابيت. اسرائيل اللي كتهضر عليها انت راه احسن منكم نتوما. اسرائيل اللي كتهضر عليها انت راه قوى منكم نتوما في جميع المجالات. هذاك الشيء ديال الكبت والعفن وهذه المسائل خليها لكم نتوما. اما هما راه دوله متقدمه، راه دوله ما كتصنف من بين خمس اول دول في العالم، مع العلم انها يعني صغر من ربما صغر من وهران او قسنطينه او شي حاجه في بلادكم نتوما. يعني نتوما قدكم قد الخلا، ومع ذلك عقولكم عقول عصافير. انا كنهضر على النظام الجزائري. وذلك على غرار في دبي والامارات.
دبي في الإمارات، والتي أكدت التقارير العبرية أن إسرائيل بدأوا يقصدونها من أجل ممارسة الجنس. هما دابا حتى هما كيهاجموا الإمارات، مسطين، مخاصمين مع كل شيء. المغرب ستكون وجهة الإسرائيليين الثانية لهذا الغرض بعد التطبيع. يعني بحال هما كيقولوا بأن الإسرائيليين راه داروا التطبيع غير من أجل الجنس، شو على أفكار وشو على مستوى كيفاش داير. وروت الوزيرة المغربية ما ينتظر السياح الإسرائيلي في بلدها، حيث قالت أن المغرب تستحق الزيارة، وشرحت كيف ستفي بخطتها لجلب 200 ألف إسرائيلي سنويا إلى المغرب. وقالت طموحنا كبير للغاية، سنجلب أيضا إسرائيليين من أصل غير مغربي الذين لا يعرفون بلدنا وسوف يقعون في حبها. وفين كاين المشكل؟ بعد حنا راه كنديروا واحد الخدمة. كيعاودوا لي شي ناس انهم بغاو يسافروا لاسرائيل، عفوا بغاو يسافروا للجزائر، قال لك بان السفر الى الجزائر يعني بحال اللي كتدير في الوراقي ديال المريخ، ولا يعني كيبقاو يطلعوا فيك ويهبطوا فيك وسير وجيب وهذه، ما حاملينكش تدخل الجزائر. الجزائر اليوم ماشي كتجيب السياحه، الجزائر اليوم كتحارب السياحه. وكلنا كنعرفوا المشكل اللي بطرا بيناتهم، يعني بين الجزائريين الداخل والخارج، يعني حبسوا الجزائريين ديال الخارج. يعني الجزائر اليوم في ظل هذا النظام الخبيث، هذا النظام العسكري اللي كيعانيو منه جميع دول المنطقه اليوم، كتحارب حتى الناس اللي باغيين يدخلوا. وانا عندي اصدقاء من دول من سوريا واللي شرحوا لي هذه القضيه، وقالوا لي بانهم لقاو واحد المعاناه باش يدخلوا هذه الدوله اللي سميتها الجزائر. للاسف الصحافه الصفراء انتم نفس المقال كيتناقلوه بيناتهم. هانت مدونه حلمنا العربي، عرب دريم دي از، يعني الجزائر. في الشق الثاني ديال هذا الفيديو هذا غنتناولوا واحد الخبر اللي دارته نفس الجريده، اللي كيتكلموا فيه على رئيس تبون يعود للعلاج في المانيا. خصهم يقولوا مهم. كشفت يومية الخبر على مصدر موثوق أن الرئيس عبد المجيد، مصدر موثوق بيان سور عسكري، يعني هاد الشيء راه من وسط العسكر. اش من مصادر عندهم هما إلى التكانات العسكرية؟ راه غير التكانات والفرائق هما المصادر الموثوقة، حيت هما اللي كيديروا البلاد. يعني هذه مصدر موثوق، يعني مصدر موثوق. شوف، هذه خطط جزائرية معروفة. أن عبد المجيد تبون رئيس سيعود قريبا إلى ألمانيا لمتابعة العلاج أو إجراء عملية جراحية طفيفة على مستوى الرجل إذا استدعى الأمر ذلك. وحسب نفس المصدر فإن الجبيرة التي وضعها الطاقم الطبي الألماني على مستوى رجل الرئيس عبد المجيد تبون كانت بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا. أنا في حياتي مهم في 2020 كاملة ما عمرني ما شفت شي تقرير طبي، يعني في الصحف العلمية الموثوقة بحال ناتير أو ساينس أو العديد من المصادر الموثوقة، بحكم أنني عزيز علي نقرا هاد المجلات، ما عمرني ما لقيت واحد التأثير أو كيهرس الرجل ديال شي واحد. علاش دايرين الجبيرة؟ الجبيرة كدار الهرس أو الفداع أو تلوات ليه الشوفية أو شي حاجة. اش قرب مرض تبون يعني اللي هو كورونا، ولا نسميوه مرض تبون اللي هو كورونا، الجبيرة؟ هنا كيبان لك هذاك الشيء راه ما واضحش. الجزائر اليوم راها هي جزائر الامس، نفس السيناريو كيتعاود. الجزائر اليوم تسعى الى ذاك الرئيس الغير الشبح، الغير الموجود، حتى يتخول الامر العسكر باش يحكم. هذا هو النظام العسكري. مصير تبون هو نفسه هو مصير بوتفليقه، والغبي هو من يشكك في هذا الامر. الجزائريين غيبقوا محكومين من طرف اشباح. الجزائريين طبعا تقواو من خلال، يعني النظام الجزائري تقوى من خلال جمع المعلومات كيفاش كتجرى المظاهرات، فبالتالي غيتقواو يعني هاد الاعتقالات في سبيل كبح جميع المظاهرات. الجزائر ما بقاتش غير كتشكل خطر على دول الجوار، بل كتشكل خطر على الجزائريين انفسهم. لذلك حنا ما عندنا ما نديرو الا ندعو معاهم، الله يشوف من حالهم. هذا هو الفيديو اللي بغيت نهضر فيه اليوم، على هذه الوساخه اللي جايه من هذا النظام العفن، الجار السوء اللي عايش في جنابنا.
ونتمنى ان عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا ليه بارطاج، الله يرحم الوالدين، وديروا ليه جيم، وما تنساوش تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أخي الغالي، كل ما زادوا أعدائك تأكد أنك شخصية وسخة، لا نجاح، لا شجرة مثمرة، لا قافلة تسير. يا الوسخ.